أنا عندي برطمان غلباوي بنص لسان. أنا عندي برطمان غلباوي بنص لسان. برطمان. هسميك شاب برطمان. برطمان اسمه بيتكمل زي بتاعي كده. برطمان شاب برطمان. برطمان يلا برطمان يلا شاب برطمان. برطمان يا برطمان. إيه ده؟ عزيزي الأستاذ محمد فارس الإعلامي اللامع في قناة النادي الأهلي. أي ميس يو. لا حقيقي وحشني. بقالنا كتير يا أخي ما اتقابلناش وما اتجمعناش، لا في فيديوهات ولا في بوستات تنزلها عليا ولا أي حاجة خالص. بس أنت هبت كده بوست كده من كام يوم ليه علاقة بنادي الزمالك، فخليني نقرا بس ايه هو هيظهر قدامكم دلوقتي، بس خلينا نقرا الحته المهمه اللي انا عايز ارد عليها. تعمدت امبارح ما اكتبش خبر عن سداد غرامات الزمالك لان الموضوع اكبر من انه يتكتب عنه جمله تتوه وسط الزحمه، لان احنا قدام مصيبه لازم تتشاف بشكلها الحقيقي. اشجيني، قول وسمعني. قول يا ستموني قول. الزملكاويه فضلوا يسالوا هو الاهلي جاب الدولارات اللي بيدفعها المودست او ضم بيها وسام ابو علي منين، مع ان الاهلي عنده مداخيل بالدولار من بيع محمد شريف وحمدي فتحي ومن التتويج بدوري ابطال افريقيا ورصيد كاس العالم تتخطى ال 10 مليون دولار. ده غير النادي الاهلي بشكل تراكمي لاعب اربعه مش عارف ايه تك تك تك. اخر 4 سنين محقق عوائد خياليه بالدولار، هو النادي الوحيد في القاره اللي نجح يدخلها لدولته يا سيدي. يا سلام. وفكره مصروفاته بالدولار مقابل ايراداته هي فكره بديهيه لاي واحد عنده عقل. قول يا عاقل يا راسي. انما تعالى بقى انا اسالك كزملكاوي، اسال زي ما انت سالت، هو انت يا زمالك جبت الدولارات اللي دفعت بيها الغرامات لرفع ايقاف القيد منين؟ هو انا ممكن اقول لك وانت مالك، بس مش بس هجاوبك، يعني هجاوبك برضه. وفقا للتصريحات الرسميه فتم سداد اكتر من 2 مليون دولار. ده حصل ازاي وانت ما عندكش ايراد دولاري يغطي الغرامات، ولا كنت دفعتها من والا كنت دفعتها من بدري؟ يعني في وقت بنعاني فيه من ازمه في الدولار نادي بيخرج 2 مليون دولار بره كغرامات، هو اصلا لا يملك ايراد من الخارج بالدولار. يعني كلنا بنتعاقب وبندفع ثمن الفشل الاداري لسنوات من نادي الزمالك. لا ودي مش فلوسه ومش عارف ايه، وهي دي بعد كده بيكمل بقى حاجات كتير. المهم انا خدت الحته اللي انا عايز ارد عليها. المهم انت بتسال الدولارات دي جت منين ومش عارف ايه، انا ممكن اقول لك رد سهل وبسيط جدا. ان نادي الزمالك المجلس اللي موجود دلوقتي قبل ما ينزل الانتخابات قال ان في رجال اعمال مساهمين في صندوق ومش عارف ايه، والقصه اللي كلنا عارفينها وحافظينها واللي جمهور نادي الزمالك كان بيهاجمهم ان هم اصلا اتاخروا على موضوع رفع القيد بسبب ان الفلوس اصلا المفروض ان هي موجوده. نيجي بقى لتاني حاجه ودي المهمه، انت بتقول ايه يا باشا؟ انت بتقول ان النادي الاهلي مداخيله بالدولار من بيع محمد شريف وحمدي فتحي والتتويج مش عارف ايه وثلاثه كاس عالم واخر 4 سنين واخد ثلاثه مش عارف افريقيا ومش عارف ايه دي كلها حلوه وجميله وبتقول بديهيه، واي حد عنده عقل يا عم العاقل، اي حد عنده عقل هيعرف ان الدنيا سهله والاهلي بيكسب دولارات والدنيا معاه ايه في البيس. طيب هنمشيها واحده واحده، ويا باشا همشي معاك للاخر. خلينا نحسب واحده واحده كده، ومش هقول لك اخر سنه بس، لا 4 سنين. اخر 4 سنين شوف انت بعت كام لعيب وبعت، انا بتكلم بالدولار مش بالمصري، لان انت زي ما انت بتقول البلد فيها ازمه دولار والبنك ما بيطلعش دولار، فهنشوف اللعيبه اللي انت اشتريتها بالدولار واللي انت بعتها او طلعتها اعاره بالدولار مع المداخيل بتاعه 3 افريقيا مع 3 كاس عالم انديه مع السوبر الاخير مع مش عارف ايه، ونشوف. بس قبل ما اقول لك اللعيبه اللي دخلت واللي خرجت والقصه دي كلها، اولا ولا بلاش اولا، تعالى نسمع الاستاذ خالد مرتجي بعد ما كسبت السوبر قال ايه. يا أستاذ محمد، أنا مطلوب مني 1,300,000 كل شهر، كل شهر 1,300,000. قول لي أدبرهم إزاي بقى؟ سمعت؟ ولا نقول كمان الاستاذ خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي بيقول ايه؟ بيقول النادي الاهلي محتاج شهريا 1,300,000 دولار، وعقد لعيب الكوره او مرتباته والقصه دي كلها بتبقى على 10 شهور. يعني انت بتدفع في السنه
13 مليون دولار، ده غير مقدمات العقود. هو بيتكلم شهريا بس. 13 مليون دولار غير مقدمات العقد اللي بتدفع او اتدفعت. حلو. نحسب بقى بيع اللعيبه والشراء ونشوف القصه دي فيها ايه. ومعلش انا هظهر بالنوت المره دي علشان انا ايه، مستحيل احفظ الحاجات والارقام دي كلها. طيب نبدا بسنه 2020. النادي الاهلي اشترى بدر بنون ب 3 مليون دولار، وباعه في 2022 ب 2.5 مليون دولار. يعني عندك دلوقتي حوالي نص مليون دولار خساره. ده غير عقد اللعيبه انا مش هتكلم فيه، زي ما قلت لك انت حسبناها تقريبا في السنه 13 مليون دولار. تمام. بعد كده جبت اليو بادجي، ودي الصفقه الوحيده اللي انت بعت واشتريت فيها وحققت فيها مكسب. جبته ب 2,200 وطلعته اعاره مره ب 200,000. 2 مليون و200 عشان ما حدش يفتكر 2 200 دي، عشان عارف في احيانا الذكاء بيبقى محدود. جبته ب 2,200 طلعته اعاره ب 200، واحده ثانيه ب 500، بعد كده بعته ب 2 مليون. يعني تقريبا قول كسبان في الصفقه دي حوالي 500,000 دولار او اكتر شويه، قول 500. وانت خسران 500 قد كده ايه، رجعنا صفر. تمام. بعد كده وليد ازارو، انا مش هقول لك اشتريته، ماليش دعوه اشتريته بامتى وبكام. طلعته اعاره ب 200,000 دولار، بعد كده بعته ب 700,000 دولار. يبقى كده معانا في الصندوق 900,000 دولار. حلو. في يناير 2021 انت اشتريت والتر بواليا من الجونه ب 1,800,000 دولار. يبقى كده في فرق حوالي 900,000 دولار تاني بالخساره. طلعته اعاره ب 350,000 دولار، واعاره تانيه ب 200,000 دولار، واعاره ثالثه ب 200,000 دولار. نخش على جيرالدو. تقريبا كده انت لسه بالسالب يعني، بس مش فاكر كام بالظبط. انا حاسب التوتال في الفاينل، وانت برضو احسب معايا يعني. امسك الكالكوليتور كده وانت معايا واكتب كده الارقام ورايا، وتقدر برضو تراجع الارقام ورايا. المهم جيرالدو راح مشي من النادي الاهلي في يناير او في 2021، مش فاكر بقى في يناير او في اخر السنه. انتقال حر يعني ما اتاخدش فيه ربع جنيه. حلو. نيجي بعد كده على ميكيسوني. ميكيسوني انت اشتريته بمليون دولار، طلعته اعاره للسعوديه ب 150,000 دولار، بعته في 2023 تقريبا ب 600,000 دولار. نخش على بيرسي تاو. بيرسي تاو انت اشتريته بمليون و800,000 دولار. حلو. ماشي. نخش على 2022. انت كهربا طلعته اعاره ب 500,000 دولار. برونو سافيو اشتريته بمليون ونص دولار. وعلى فكره في احصائيه كده يلا كوره كانت نزلتها هقولها لك دلوقتي. اشتريته بمليون ونص، دفعت منهم 800 وكان فاضل لك 700 المفروض تدفعهم للنادي، بس بعد 6 شهور قررت ان انت تبيعه لنفس النادي ده بمقابل ال 700 اللي باقيين. وبيقولوا على موقع يلا كوره، الموقع اللي 3/4 90% منه اهلاويه ان ما كانوش كلهم، ان الصفقه دي بتاعت برونو سافيو كلفت النادي الاهلي 2 مليون دولار، لان في 800 دفعوا ليه وهو عقده كان بمليون و200 الف دولار وخده. حلو الكلام، لان هو عامل مشكله قبل ما يمشي، مش همشي غير لما اخد فلوسي وقصه كده. المهم الاهلي خسر 2 مليون دولار. وخلي بالك انا المليون و200 الف دولار دول مش حاسبهم، يعني اعتبرني ما قلتهمش، ده بس كده حاجه كده ايه من عندي. نخش بعد كده على محمد الضو. اشتريته بفرق الفلوس اللي كانت ليك في صفقه كوليبالي، دفعت 350,000 دولار، وانت عشان انت كان ليك 950، فالفرق ما بين الثمن اللي هتشتري بيه والفلوس اللي ليك عند النجم الساحلي 350,000 دولار. حلو. القندوسي الاول بعت محمد شريف بمليون و600,000 دولار. القندوسي اشتريته بمليون و100,000 دولار، طلعته اعاره لسيراميكا كليوباترا تقريبا مش عارف 150,000، زائد ان انت هتدفع مرتبه اللي هو نص مرتبه اللي هو حوالي 200 و200 وشويه الف دولار. يعني تقريبا انت مطلعه اعاره ببلاش لان انت بتدفع نص عقد. حلو. تمام. يعني المليون و100 لسه معانا ما تهزوش. نخش على عمدي فتحي، بعته ب 3.25 مليون دولار. وامام عاشور اشتريته ب3 وشويه مليون دولار وب3. يعني الصفقه دي من الاخر اهو حمدي فتحي وامام عاشور دخلوا في بعض. نخش بعد كده على رضا سليم.
اشتريته ب 2 مليون و100 دولار. واخيرا وسام ابو علي بمليون و600 الف دولار. لو حسبت بقى الارقام دي كلها، واكيد انت راجل عاقل، انت لسه بتقول الناس العاقله، واكيد انت لو معاك كالكوليتر وبتحسب ورايا هتلاقي النادي الاهلي خسران في البيع والشراء بتاعه الصفقات فوق ال4 مليون دولار. حلو؟ يعني انت عندك بالسالب 4 مليون دولار. نخش بقى على البطولات او المداخيل اللي انت بتتباهى وبتتفشخر بيها، اللي انت دخلت دولارات البلد، وفي الحقيقه دخلت خزنتك انت، بس ما علينا. انت بتتفاخر ان انت واخد 3 افريقيا، واخد رايح كاس العالم 3 مرات ومش عارف ايه والقصه دي كلها. حلو، ورقه وقلم واكتبي ورايا يا ست الكل وتعالى نحسب. وما ننساش ان بكلام امين الصندوق الاستاذ خالد مرتجي، انت مصروفاتك في السنه 13 مليون دولار، ده بس شهريا غير المقدمات. انت في اخر 4 سنين في اللي هو يعني عشان الصفقات دي في 4 سنين، فهجيب لك في اخر 4 سنين عشان ما اظلمكش. اخر 4 سنين من 2020 من 2020 ل 2024 لغايه دلوقتي، انت يا باشا واخد 3 بطولات افريقيا. البطوله جايزتها 3.5 مليون دولار، اضرب 3.5 مليون دولار في 3 هيطلع لك 10.5 مليون دولار. كاس عالم انديه انت رحت 3 مرات وثلاث مرات، هقول في ال3 خدت ثالث عالم، مع ان في واحده طلعت رابع، بس في ال3 خدت ثالث عالم. ثالث عالم بياخد 2.5 مليون دولار. اضرب 2.5 مليون دولار في 3 يعني 7.5 مليون دولار، مع ال 10.5 مليون دولار يعني 18 مليون دولار. بطولة السوبر الأخيرة أنت واخد المركز الأول ب 250 ألف دولار. قول في ال4 سنين خدت 4 سوبر ب 250 ألف دولار، يعني مليون دولار مع 18 يبقى 19 مليون دولار. حلو. في بطولات تاني سيادتك يا فندم، يعني ما تقوليش مثلا الدوري المصري. الدوري المصري بتاخد جايزته، بتاخد فلوسه بالمصري، وما تجيش تقول لي كاس مصر اللي فلوسه بتاخدها بالمصري. في ايه تاني بطولات؟ هتقول لي عقود رعايه، انت برضو بتاخدها بالمصري، اللي الفلوس بتخش للشركه اللي هي المعلن الرسمي بتاعك اللي هو شركه المتحده، اللي هي اللي ماسكه لك الموضوع الاعلانات، والفلوس بتدخل لهم بعد كده بيديك حسابك بالمصري مش بالدولار. تمام ولا مش تمام؟ دي حاجه. فعشان كده مش هنحسب الحاجات دي. ولو يعني هنفترض ان في صف دخل مليون، 2، 3، 4، كام؟ قول لي. هشيل لك يا عم ال4 مليون دولار بتوع ايه؟ بيع وشراء اللعيبه كده محبه من عندي مقابل الرعايه اللي هي المفروض بتدفع بالمصري، بس هشيلها لك جدعنه من عندي. حلو ولا تمام؟ يعني سيادتك يا فندم ادي 19 مليون دولار دخلوا لك في اخر 4 سنين. سيادتك في السنه الواحده بتدفع شهريا من غير مقدمات عقود 13 مليون دولار. في ال4 سنين هتدفع او بتدفع كام؟ لو هنحسب متوسط مثلا نقول في 10، لو على ال4 سنين 9، خلينا 10. 10 في 4 ب 40 مليون دولار. ولو حسبناها على 9 في ال4 سنين هتبقى كام؟ تعرف تحسب ولا احسب لك انا؟ فاقنعني بقى ازاي يا فندم ان انت مصاريفك بالدولار بالارقام الخياليه دي، ومداخيلك اللي بتدخل لك اقل منها بكتير. مهما كان مداخيلك تبان ان هي ارقام كبيره، تمام، لكن مصروفاتك اكتر منها بكتير. فزي ما سيادتك بتسال نادي الزمالك جاب الدولارات دي منين، انا برضو بسالك نفس السؤال، ويا ريت تجاوب لو عندك اجابه، يمكن انا في معلومات ناقصه عندي. سيادتك بتجيب فرق الدولارات منين في حين البلد فيها أزمة دولارية؟ البنك ما بيطلعش دولارات. يعني انت لو جيت كنادي اهلي حطيت 20 مليون جنيه وقلت له اديني عايز دولارات، مش هيديك لان احنا في أزمة. فقول لي بقى بتجيب الدولارات منين؟ لان انت سؤالك ده معناه ان نادي الزمالك بقى عايز تخش في حتة سوق سودا، والبلد دلوقتي فيها اللي بيغير في السوق السودا حبس ومش حبس والقصة دي كلها، وانت ناسي اصلا ان في رجال اعمال قالوا هيدفعوا، بس مش مشكله. انت بقى بتجيب فرق الدولارات الكبير ده، انا بكلمك في ملايين الدولارات مش 2 مليون دولار، لا ملايين. بتجيب الفرق منين؟ عندك رد
ولا ما عندكش؟ انت طلعت سألت سؤال وجيه ومنطقي، وانا طلعت رديت عليك وقلت لك برضو بالورقة والقلم انت مصروفاتك ايه ومداخيلك ايه. فبعد اذنك يا فندم انا عايز رد زي ما سألت السؤال، انا طلعت رديت عليك يا فندم، حتى لو انت يعني انا مش جهة رسمية اللي بترد، بس رديت بحاجة منطقية. وارقامك دي لو فيها حاجة غلط قول لي غلط، ونحسبها من الاول تاني ونجيب ورقة وقلم ونشوف. فبعد اذنك لما تيجي تسف عليا كنادي الزمالك، اعرف الاول انت نظامك ايه، الحاجة اللي بتسف بيها عليا شوفها عندك انت عاملة ازاي قبل ما تفكر تتكلم. او قبل ما تفكر تتكلم ازاي، قبل ما تتكلم فكر. انت لسه عمال تقول لو عندك عقل وما عندكش عقل ومش عارف ايه والقصه دي كلها. عيب تقول للناس كلموني بالعقل وانت كلامك ما فيهوش ربع في المية عقل. المهم ان انت كنت وحشني يا استاذ محمد فارس، الكلمه المغوار، المدافع الاول والحقيقي عن النادي الاهلي. كنت وحشني قوي قوي قوي. سلام.